عرفت مدينة سوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة مساء الاثنين 27 مارس الجاري مجزرة دموية رهيبة أثناء موعد الإفطار ارتكبها 3 أشقاء في حق أصهارهم. نتج عنها وفاة شاب في الحين، ونقل شقيقه بين الحياة والموت إلى المستشفى، أما الثالث فبتر أصبعه. ومباشرة بعد هذه المجزرة الرهيبة أعلنت مصالح المفوضية الجهوية للشرطة حالة استنفار أمني قصوى انتهت بإيقاف شقيقين، فيما لاذ الثالث بالفرار. وأوردت مصادر إعلامية تفاصيل جديدة عن هذه المجزرة، حيث قالت إن الجناة الثلاثة خططوا للجريمة البشعة تزامنا مع موعد الإفطار ضد صهرهم بعد حصول شقيقتهم على الطلاق منه، حيث تحول نقاش أسري بمعية والدة المتهمين إلى التخطيط لتنفيذ الجريمة رغم عدم موافقة الطليقة التي تزوجت قبل أيام من جديد. وحينما تيقن الجناة أن طليق شقيقتهم يوجد داخل بيته بحي شعبي بسوق أربعاء الغرب ويستعد لتناول وجبة الإفطار، هاجموه بالسيوف وأصيب شقيقه بجروح خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح المفوضية الجهوية للأمن بالمدينة قضت ليلة بيضاء بحثا عن الجناة بعدما هدد الجاني الفار بتنفيذ القتل في حق الضحية الثالث المصاب بعاهة مستديمة. وأوضحت المصادر نفسها أن الضحية حديث الخروج من السجن، وفور استكمال عقوبته الحبسية اكتشف أن زوجته تطالبه بالطلاق، ما تسبب في خلافات بين العائلتين انتهت بارتكاب المجزرة.